هي قرارات مجحفة من الاتحاد الكاف كابتن كرامي. ما توقعنا ان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يصدر هذه القرارات. حتى الاتحاد السنغالي طلع بيان يقول لك احنا راضي على القرارات. طبعا انت مش مصدق بالاساس ان هذه قرارات خفيفة بالنسبة للسنغال وظالمة وقوية بالنسبة للمغرب. شيء عجيب يعني. الاتحاد الافريقي عجيب. انا ما الومكم صراحه، تعيشون انتم في غابات، في وهم كبير في القاره الافريقيه، من نقل تلفزيوني سيء، اخطاء تحكيميه، الامور اللوجستيه تحت الصفر. لا، الامور في افريقيا صعبه منذ الازل يعني، وهم مش متعودين على التنظيم الكبير اللي قامت بيه المغرب والعمل الكبير يعني. لكن الغريب اللي الاصدقاء اليوم هم النهارده اعداء اصدقاء الامس اعداء اليوم يعني. النهارده كل واحد راح في حته. الاتحاد الافريقي مع رئيس الاتحاد الافريقي راح في حته، وخسروا المغرب اللي كانت الملاذ الامن لكل بطولات الكاف. يعني بمعنى ايه يا عبد الله؟ النهارده احنا عندنا بطوله وما فيش دوله مستعده. المغرب عندنا بطوله وعايزين نعملها بعمل كبير. المغرب موجوده، وبرضه مصر يعني عشان الامانه يعني. خسروا كل ده. النهارده لما تعتذر المغرب عن السيدات هي بتدي رساله واضحه للاتحاد كفايه كده. تاني حاجه بقى عبد الله، مشاكل الاتحاد الافريقي على المستوى التحكيمي واللوجستي والمسابقات والنظم والبث في اسوأ حالته، رغم المواهب الافريقيه ورغم الاسماء الافريقيه اللامعه في الدول الاوروبيه والمحترفين، لكن تظل افريقيا بلا لوائح. اللي عايز يعمل حاجه بيعملها بينفذها. فده هو خساره افريقيا. موقف المغرب انا ده اقل موقف يرد بيه.